يا مساء الجمال يا حبيب اخوك، كل سنه وانت طيب. انا نرد افلام، والنهارده جاي اكلمك سريعا كده عن 10 مسلسلات بيتعرضوا في رمضان ده، وتاريخ تصوير الحلقه هو 10 رمضان. ودلوقتي خلينا نبدا. اللي شغل الشنيور ساب اليوم كله وجاي شغل الشنيور دلوقتي. والمسلسلات اللي هنتكلم عنهم هم العتاولة الجزء الثاني، وسيد الناس، وفهد البطل، وشهادة معاملة أطفال، وجودر الجزء الثاني، وحكيم باشا، وأشغال شاقة جدا، والشرنقة، وولاد الشمس، والنص. فهم 10 مسلسلات يوم 10 رمضان. بس انت حبيب اخوك هتشوف الفيديو ده بإذن الله يوم 12/3 اللي هو يوم عيد ميلادي. فانبسط بالفيديو وهات لك كوباية صوبيا كده تشربها وانت بتتفرج، وانزل تحت في التعليقات اتمنى العم نرد افلام سنه سعيده. ودلوقتي يلا نبدا. يلا بينا التعيسه الوزاك. وهنتكلم في الاول عن مسلسل العتاوله الجزء الثاني. في الحقيقه انا حبيت الجزء الاول منه لانه كان متصور في اسكندريه، ولان ابطاله كانوا مختلفين وكل واحد منهم كان بيتميز بحاجه. وحتى لو ان قصه الجزء الاول ما كانتش قويه، بس هي كانت مسليه جدا، وكنا عارفين فيها احنا رايحين على فين. واللي كان بيميزها ان العتاوله قصاد عيسى الوزان، عكس بقى الجزء الثاني من العتاوله. يعني لحد تلت المسلسل وقت ما انا بكلمك دلوقتي احنا مش حاسين باي خطوره على العتاوله. يعني برغم ان دور فوفا ونسرين امين كويس، وبرغم دخولهم كابطال جداد وليهم وزن واسم وقيمه، بس لحد دلوقتي احنا ما حسيناش بخطورتهم الحقيقيه على العتاوله. وكمان في الجزء الاول كان كل واحد ليه قصه منفصله، لما كانت بتتحكي كنا بنتسحل معاها، زي خضر وديحه، وزي نصار وصراعه مع نفسه وعلاقته بحنه. اما في الجزء الثاني بقى القصص الفرعيه دي قلت جدا، فتحس ان اغلب شخصيات المسلسل بقت شخصيات مفرغه. حتى المسلسل نفسه ما بقاش مسلي زي اول جزء. واكيد طبعا ان كل ده ما كانش تمهيد، اصل مستحيل يعني يكون تلت المسلسل تمهيد، بس ادينا مستنيين الاحداث تحلو، وهو كمسلسل فهو شغال يعني يتشاف. وطبعا حتى الان افضل شخصيه في المسلسل هي شخصيه عيسى الوزان، واللي عاملها باسم سمرة. تاني مسلسل معانا هو مسلسل سيد الناس، واللي قصة وإخراج محمد سامي، واللي الحقيقة هو بيعرف يعمل حاجة تشد الناس. هو ليه خلطة كده بيعرف يعملها في الدراما الشعبية تشدك، حتى لو المسلسل كل الناس اللي فيه بتزعق وبتبرق. انتوا بتزعقوا يا رجالة، ما احنا سامعين. وانا في الحقيقة مش هدخل في مقارنة هل محمد رمضان لو عمل دور عمرو سعد كان هيعمله أحسن ولا لا. الفكرة ان محمد رمضان لو عمل دور زي ده الناس كانت هتسلخه وهتستلمه، وهيقولوا ايه الألفاظ دي وايه الإيحاءات دي. انما عمرو سعد فعادي، يعني مقبولة منك يا روحي. انا بس ارجو ان ابطال المسلسل يخفوا زعيق ويخفوا تبريق، يعني عايزين نتفرج عادي. وافضل شخصية في المسلسل هو احمد رزق في دور عفيفي، ومصطفى عماد اللي هو فعليا مفاجأة المسلسل، واللي عامل دور آسر الجرحي الشاب اللي عنده توحد. رابع مسلسل معانا هو بالنسبة لي مفاجأة رمضان، مسلسل فاجئني من كل الجوانب تقريبا، وهو مسلسل الشرنقة من بطولة أحمد داوود، واللي عامل فيه شخصيتين عكس بعض. شخصية منهم غني وتاجر مخدرات وقاتل، والشخصية التانية محاسب عادي عنده أسرة بسيطة وحلمه إنه يكبر. والمسلسل بيسحلك بين القصتين دول بطريقة سرد جميلة جدا، بتخليك قاعد متحمس ومستني إيه اللي هيحصل في الحلقة اللي جاية. وكمان بجانب ده فالموسيقى التصويرية المسلسل جميلة جدا. يعني بالنسبة لي الموسيقى التصويرية دي هي أفضل موسيقى تصويرية في كل الأعمال اللي اتعرضت في رمضان حتى الآن. حتى تتر البداية بتاع المسلسل اللي معمول بأنيميشن شكله جميل جدا، بيشرح لك قصة المسلسل كلها تقريبا بس بشكل مبهم، عشان بعد ما تخلص المسلسل وترجع تشوف التتر تقول ده كان هنا مش عارف قصده ايه، وهكذا. نفس الطريقة دي بيعتمدها سلسلة أفلام جيمس بوند في أول كل فيلم، إنه بيحكي لك قصة الفيلم كله في التتر بتاعه بس الطريقة مبهمة. دي بصراحة كانت حركة صايعة جدا. فده بالنسبة لي كمسلسل حلو وعجبني من كل الجوانب. وأفضل شخصية في المسلسل هو أحمد داوود في شخصية حازم، ومريم الخشت برضه في دور سلمى كانت كويس. وخامس مسلسل معانا هو مسلسل فهد البطل. وما اكدبش عليك يعني بصراحة أنا كنت مفكر إن المسلسل ده زيه زي آخر مسلسلين للعوضي، اللي هو قنبلة الرجولة والجدعنة واللي بياخد 30 طلقة ما بيموتش وبيطير والحاجات دي كلها. بس المسلسل في الحقيقة فاجئني، سواء في تسارع أحداثه أو إنه ما فيهوش مط كتير. وحتى الباك جراوند بتاعت الانتقام اللي بيسعى له فهد وقصته هو واخته كانت قصة محترمة جدا
ومكتوبة كويس، وده في الحقيقة حمسني إن أكمل فرجة على المسلسل. والأهم من كل ده إن العوضي ما بقاش بيعتمد على الصوت والشنب والكاريزما بس زي ما كان بيعمل مؤخرا، لا في الحقيقة هو في أولى حلقات المسلسل كان عامل أداء تمثيلي كويس جدا، وكان فيه استخدام كويس لحركات وشه. وأنا ليه بهايلايت حاجة زي كده مع إن بديهي أي ممثل يبقى عنده حركات وش عادي يعني؟ في الحقيقة أنا بهايلايتها عشان العوضي ما كانش بيعمل كده قبل كده أصلا، فعاش على التطور والتقدم، وأفضل شخصية في مسلسل فهد البطل وأحمد العوضي في دور فهد البطل برضه عادي. سادس مسلسل معانا واللي كان برضه من مفاجآت رمضان السنة دي، بس بصراحة أنا كنت متحمس إن أشوفه من قبل رمضان حتى، وهو مسلسل ولاد الشمس. شوف يا حبيب أخوك، لو في نقطة ضعف مشترك فيها كتير من مسلسلات رمضان السنة دي، ألا وهي إن شرير المسلسل بيكون ضعيف، يا إما يكون ضعيف وملهوش تأثير أو ما تحسش بوجوده وبخطورته، أو يكون بيزعق وبيبرق. ومسلسل ولاد الشمس بقى محمود حميدة بيقدم درس لإزاي تصنع شرير ومن غير ما تبرق ومن غير ما تزعق ومن غير أي مجهود أساسا. محمود حميدة عامل دور الشرير أو الفيلن وهو سايب إيده كده بكل سلاسة وبكل سهولة. وجوده بس في المشهد بيخليك أنت كمشاهد تحس بشره وما تبقاش عارف هو آخره فين. فبصراحة يعني أستاذ محمود حميدة هو الفيلن التوب في رمضان ده. وعلى الجانب الآخر بنشوف ثنائية طه دسوقي وأحمد مالك اللي كل واحد فيهم بيقدم دور جديد تماما عليه، ويفاجئونا أكتر إنهم متقنين لأدوارهم جدا. وبجانب التمثيل المحترم بقى ده كله، فالمسلسل بيقدم لنا قصة قوية فعلا وفيها قدر محترم من التعاطف والمشاعر، وحتى مشاهد الأكشن اللي موجودة في المسلسل برضه فهي كويسة جدا وإخراجها حلو. وطبعا أفضل شخصية في المسلسل هو محمود حميدة في شخصية بابا ماجد. خلينا نفصل شوية بقى وناخد من المسلسلات الكوميدي، وسادس مسلسل معانا هو مسلسل شهادة معاملة أطفال لمحمد هنيدي، واللي فكرته الرئيسية كان فيها بوتنشال إنها تكون فكرة قوية فعلا. يعني إحنا بنتكلم عن شخص كان في غيبوبة لمدة 20 سنة وفاق، هو بيحاول يواكب تطور التكنولوجيا اللي بتحصل حواليه، وفي نفس الوقت بيحاول يرجع ويصلح علاقته بعيلته وبنته اللي كبرت. فهو عارفين عامل زي الناس الكبيرة اللي مش متعودة تستخدم التكنولوجيا. فشايف كل اللي قلته لك ده، كل دي كانت فرص حلوة جدا وفرص خلقها المسلسل، وكان ممكن يطلع منها كوميديا كبيرة وبقدر محترم. بس اللي حصل فعليا ان المسلسل ما استغلش غير 10% بس من الفرص دي، فالكوميديا من المسلسل ما كانش نصيبها كبير. ولو هنتجاهل الكوميديا بقى ونسأل هل المسلسل ده مسلي ولا لا، فهو يعني هو مسلي عشان احنا بنحب هنيدي مش اكتر، بس احنا كنا مستنيين منه اكتر من كده بكتير. فنسأل الله ان المسلسل يتحسن في الحلقات الجاية وجرعة الكوميديا تزيد شويتين 3-4، عشان يعني ما احنا مستنيين اكتر من كده عم هنيدي. والحقيقة افضل شخصية في المسلسل طبعا هي شخصية عبد الستار الكف اللي بيعملها محمد هنيدي. سابع مسلسل معانا هو مسلسل اشغال شاقة جدا، مسلسل كنت مستنيه وفي الحقيقة هو ما خيبش ظني. هو مش ماشي على نفس نهج الجزء الاول، بس دي كانت حلاوته بالنسبة لي، ان الشخصيات بتاعت المسلسل اتطورت ودخل في حياتهم حاجات جديدة وتحديات جديدة. اصل ما هو المسلسل ما كانش ينفع يكمل من منطلق مغامرات الشغالات في بيت دكتور حمدي، فكان لازم المسلسل ياخد اتجاهات تانية، ودي بصراحة احيي فيها صناع العمل. اما بالنسبة للكوميديا فالمسلسل لسه بيضحك عادي وفيه جرعة كوميدية محترمة. وبصراحة يعني ثنائية حمدي وعربي دي من اجمل الحاجات اللي بتضحكني. وبالمناسبة دي انا عايز اقول حاجتين، اولا ان الكوميديا هي حاجة انتقائية بحتة، فمش لازم اللي يضحكني يضحكك او العكس، يعني دي وجهة نظر في الاول والاخر. تاني حاجة عايز اقولها ان انا مش هتطرق لموضوع ان الكوميديا اتغيرت والاطفال والايحاءات، يعني بصراحة يعني احنا بنشمشم على اي حاجة تضحكنا يعني، فنضحك وخلاص يا رجالة في ايه. وتامن مسلسل معانا هو مسلسل كوميدي برضه وهو مسلسل النص. في الحقيقة احمد امين انا مش بستنى اشوف هو عامل حاجة حلوة ولا لا، انا ببقى عارف انه عامل حاجة حلوة من قبل ما اتفرج حتى. هو رهان كده احمد امين بيكسبه معايا، او يمكن انا بحب نوعية الكوميديا اللي بيقدمها احمد امين. فمسلسل النص هو مسلسل جميل الحقيقة وعجبني، واحداثه بتحصل في عصر الملك، فالديكور شكله حلو واماكن التصوير كمان، والابطال بينهم هارموني كده تخليك مبسوط وتحس بتسلية وانت بتتفرج عليهم. وده غير المعلومات التاريخية اللي بيكتبها لك المسلسل في اخر كل حلقة، زي ان مثلا القاهرة كانت اجمل مدينة في العالم سنة 1925. وطبعا افضل شخصية في المسلسل بالنسبة لي هو احمد امين في شخصية المعلم عبد العزيز
عزيز النص، وكمان معاه حمزة العيلي في شخصية درويش. وتاسع مسلسل معانا هو شدني من الإعلان بتاعه، وهو مسلسل جودر الجزء الثاني. هو مسلسل مختلف بيجمع بين القصة الحلوة اللي فيها مغامرات تشدك وبين السي جي اي الكويسة بصريا، ومش طالعة شكلها مريب أو مش مقبولة بصريا، بالعكس الجرافيكس شكلها حلو جدا وجديدة على السوق المصري ككل. فالمسلسل في الحقيقة عجبني وشددني جدا. وأفضل شخصية في المسلسل هو ياسر جلال بدور الملك شهريار أو جودر ابن عمر المصري. وعاشر وآخر مسلسل معانا هو مسلسل حكيم باشا لمصطفى شعبان. في الحقيقة المسلسل ده بشوفه أنا وحجوجة اللي قاعدة منورانا في الاستوديو يعني، وكل ما حد يفتح بقه في المسلسل نبص لبعض ونقول بس ده مش صعيدي. يعني بجد مسلسل طويل عريض مفيش حد فيه ظابط اللهجة الصعيدي كويس، لا طريقة نطق ولا مصطلحات، ما عدا يمكن رياض الخولي واحمد فؤاد سليم هما اللي بيتكلموا صعيدي كويس. غير كده فاللهجة الصعيدية متدشملة منهم على الآخر، والأحداث نفسها فيها مط واضح. يعني ما تدخلوا في المؤامرة على طول يا رجال، انتوا ماشيين على مهلكوا ليه؟ وأفضل شخصية في مسلسل حكيم باشا، يعني انا مش عارف مين افضل شخصيه في مسلسل حكيم باشا الحقيقه يعني، بس يعني نخليها مصطفى شعبان في دور حكيم باشا، يكشن اللهجه الصعيدي تظبط معاه. وحجوجه في الحقيقه كانت عايزاني اتكلم على شخصيه تانية في المسلسل، بس انا مش هعمل كده عشان ما تغلطش في الناس. انا لو فتحت بقي هغلط في الناس، فاحنا خلي استر يا دولي. ودي كانت نهايه حلقتنا يا حبيب اخوك. اتمنى تكون انبسطت معانا وشربت كوبايه الصوبيا بتاعتك، وما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وكل الحاجات الحلوه اللي انت بتحبها دي. والنهارده كان عيد ميلادي الحقيقه يعني، فاقول لك كل سنه طيب. بس كده، سلام عليكم. قفل يا ابني.